إلى المغرب الآن، حيث أعلنت حركة العدل والإحسان الإسلامية توقيف مشاركتها في أنشطة حركة 20 فبراير. وأصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة بيانا أوضحت فيه أنها قررت وقف مشاركتها في الحركة لأن هناك محاولة لصبغ الحراك في المغرب بلون أيديولوجي سياسي يناقض هوية الشعب المغربي المسلم، في إشارة إلى شروط التيار اليساري في الحركة. وقد نفى حسن بن رابح الكاتب العام لشبيبة الجماعة وجود أي صفقة مع النظام المغربي أو مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران. هذا وقلل نشطاء في حركة 20 فبراير من خطوة العدل والإحسان، واعتبروها تنازلا طوعيا عن مطالب إسقاط الفساد على حد قولهم. ينضم إلينا من الرباط فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان. سيد فتح الله، إذن انسحبت حركة العدل والإحسان، جماعة العدل والإحسان، من 20 فبراير، ما هي الأسباب؟ هناك أسباب متعددة، أسباب تتعلق بطبيعة تعامل النظام المغربي المخزني مع هذه الحركة التي انطلقت مع الربيع العربي وأرادت أن تنخرط في مجموعة من المطالب التي يحتاجها ويقف عليها الشعب العربي والمسلم بصفة عامة والشعب المغربي بصفة خاصة، لأنه عاش ردحا من الزمان تحت الاستبداد وتحت الفساد. فانخرطت جماعة العدل والإحسان ضمن حركة 20 فبراير منذ اليوم الأول، انطلاقا من إيمانها بأن هذه المطالب هي مطالب الشعب المغربي. وكانت مشاركة العدل والإحسان بشهادة الجميع مشاركة قوية، وكانت العدل والإحسان هي العمود الفقري لهذه الحركة، وانخرطنا بهذه الحركة بكل ثقة وبكل إيمان. لكن هناك من يربط أسباب هذا الانسحاب، انسحاب جماعة العدل والإحسان من 20 فبراير مع التوقيت الحالي، مع ما أفرزته الانتخابات الأخيرة. هناك من يشير إلى وجود صفقة مع نظام أو مع حكومة بن كيران. كيف يمكن أن تواجهوا هذه الادعاءات؟ هذه الادعاءات باطلة، والذي يطلق هذه الادعاءات يعلم بأنها ادعاءات غير صحيحة وغير باطلة، وهي باطلة بالتأكيد، نظرا لأن موقفنا من العدالة والتنمية ومشاركة العدالة والتنمية في الحكومة موقف واضح. نحن نؤمن كما يؤمن المغاربة بأن الحكومة في المغرب ليست هي التي تحكم، النظام المخزني والمربع الملكي هو الذي. بالتالي ما خياراتكم الآن سيد فتح الله؟ انسحبتم من 20 فبراير وما زلتم تتمسكون مثل ما تقول بقضاياكم وبالدوافع التي دفعتكم للانخراط في 20 فبراير. كيف ستتحركون وضمن أي إطار الآن؟ حركة 20 فبراير هي لا تمثل إلا نوعا وشكلا من أشكال النضال، والاحتجاجات في المغرب كانت قبل 20 فبراير وكانت أثناء 20 فبراير وستستمر. هناك مظاهرات وهناك مسيرات وهناك احتجاجات في ربوع المغرب بكله، قطاعية ومحلية يخوضها المعطلون ويخوضها المحرومون خارج حركة 20 فبراير. نحن أوقفنا فقط مشاركتنا ضمن حركة 20 فبراير لأنها لم بلغت سقف لا يمكن أن تحققه من مطالب، والآن المطلوب البحث عن وسيلة أوسع وأشمل لكي تستجيب أمام صم النظام لأذنيه ومحاولة الالتواء على هذه المطالب. فنحن نعتقد بأن حركة 20 فبراير قد حققت أقصى ما يمكن، والآن بشكلها الحالي وبطبيعة التشكيلة المكونة واضح جدا، وبطبيعة واضحة فكرتك. فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان من الرباط.